مساكم الله بالخير. بعد قليل تبدأ جولتنا في مدينة الجفن الرياضية ببريدة. وصلنا أكاديمية الجفن الرياضية، بناخذ بكم جولة بها إن شاء الله. هنا الإدارة. والحين وصلنا أبو ياسر مدير الأكاديمية. حياك الله أبو ياسر. الله يحييك. شلونك؟ طيب؟ الأخبار؟ الله يعطيك العافية. الحقيقة الأكاديمية تقام على مساحة أكثر من 80 ألف متر مربع على الطريق الدائري الداخلي لمدينة بريدة. وتتكون الحقيقة المدينة الرياضية من مجموعة من الفعاليات الرياضية، من أهمها كرة القدم. لدينا 6 ملاعب لكرة القدم، بالإضافة إلى صالة اللياقة، ومسابح، ونادي للأطفال، وصالة للتايكوندو والجودو، ومجموعة من الألعاب الرياضية الأخرى. وهناك مسابح مخصصة للأطفال، وهناك مسابح مخصصة للكبار موزعة في مناطق الأكاديمية. كما يوجد في الأكاديمية مسجد كبير، ويوجد مركز للصيانة يقوم على صيانة منشآت الأكاديمية. وإن شاء الله سوف نقوم بجولة ميدانية على مواقع الأكاديمية، ومنها قاعة المؤتمرات التي يقام فيها الحفلات والمناسبات. طبعا أكاديمية الجفن دشنها أمير القصيم عام 1437 بشهر 8. مع مدرسة الكورة هنا احنا الهدف من مدرسة الكورة بنعلم المبادئ الأساسية في كرة القدم، المهارات الأساسية، تعليم المبادئ. الأربع تمرينات في الملاعب كرة القدم، ويوم الخميس محاضرة نظرية، ويوم الجمعة راحة. كمل رسل. مبسوطين يا شباب؟ هذول الشباب لياقة، بيعملوا تمرينات بدنية، بيعملوا تمرينات لياقة بدنية. حلو ما شاء الله تبارك الرحمن. شدوا حيلكم. لازم نعمل منافسة عشان نطبق المهارات اللي خدناها في التمرين الأول. بنبدأ بالتمرين، بنبدأ الأول بالإحماء، بعد كده بنعمل الإعداد البدني، بعد كده بنبدأ بالمبادئ الخططية، بعد كده بنطبق الكلام ده كله في التقسيم. طبعا الأكاديمية عندهم باص ياخذ الشباب دول من منازلهم ويرجعهم. تعاون مع زميله في الملعب، ازاي بنعمل جملة خططية او مهارية في الاخر. يعني والحمد لله يعني عندنا يعني كام عنصر. مساحات مختلفة للكبار وللصغار، ولدينا مساحات أخرى الآن جاهزة لإقامة ملاعب رياضية أخرى وأنشطة رياضية الحقيقة أخرى. كل ذلك إن شاء الله من أجل هؤلاء البراعم وهؤلاء الشباب وهؤلاء الأطفال، حتى يكون لديهم رياضتهم وهواياتهم. الحقيقة اللي يجب أن أشير له أنه وجود هؤلاء الأطفال على هذه المساحة الخضراء الحقيقة هي وفق التعليمات، يعني وفق تعليمات كرة القدم. يعني ليست العملية يعني كما نشاهدها في الحواري وكذا، يعني منظمة تحت إشراف مدربين متخصصين يقدمون الحقيقة المعلومة الجيدة حتى يصل الشاب أو الطفل إلى الإلمام، حتى يصل إلى الإلمام الكامل بمتطلبات كرة القدم أو اللعب على المساحة الخضراء. وهذه الحقيقة ما يميز الأكاديمية. وهذا هشام بن يوسف الغيمشي. هذا عمار. شلونك يا عمار؟ بس الحمد لله. هشام شلونك؟ طيب. زين أكاديمية؟ الحين تحدي بين الشباب الموهوبين بكرة القدم. يلا تحدي بينكم. برافو يا جهاد، برافو يا صالح. ما شاء الله عليه. يشرف رؤوسكم لا جاه. حلوة هي بحطها وهي
أديب شلونك؟ طيب. هذا أديب بعد مستقبل كروي إن شاء الله. ما شاء الله تبارك. كفو يا أديب. هلا طارق شلونك؟ والله الحمد لله. هذا طارق اخريف، اخبارك؟ شلونك؟ اكاديميه زينه؟ ايه حي الله ابو طارق. الله محييك. شلونك؟ طيب. ما شاء الله. شلون الاكاديميه؟ والله ما شاء الله ممتع والله في فائده. الحمد لله. سعدنا بشوفك يا ابو طارق. وانا اسعد والله. الله يعطيك العافيه. عافاك الله. الله يعافيك. كباتن سامي ممكن يلا بينا على المسجد وبعد الصلاة هنكمل هنا. وهذول الشباب مستعدين للصورة الجماعية. جاهزين؟ يلا قرب على زميلك. وهذه مرحلة تبصمة بالحضور والانصراف. الله يساعدهم. اخبار. حي الله ابو جواد. الله يحييك. شلونك؟ طيب. يحييك. الاخبار؟ شو منور. الله ينور حالك. ايش رايك بالاكاديميه؟ والله الحمد لله تمام، استفدنا كثير وما شاء الله. اقول استفدنا كثير، برامج متنوعه، حديد ولياقه، سباحه، الحمد لله. خاصه الاطفال انا مدخل يعني. طبعا الاطفال فيه يعني برامج متنوعه، كاراتيه وانجليزي وقدم وسباحه. فالمستفيدين احنا، انا مسجل ولدي بالباقه من باقات الاطفال، فانا وياه كلنا بالرياضه. كفو. وهنا منطقة انتظار قبل المغادرة. وهذه هي مسابح. الأكاديمية الحقيقة فيها مسجد كبير الحقيقة تقام فيه الصلاة، ودورات مياه الحقيقة مرفقة وهذا هو المصلى الخاص بالأكاديمية. طبعا في مغسلة بالأكاديمية خاصة بالشراشف والملابس. وهذا قسم المساج والتدليك. وهذه مجموعة من الغرف للمساج والتدليك. وهذه حمام البخار هنا. وأكيد لسلامة أبنائكم الأكاديمية بالكامل مراقبة بالكاميرات. وعندهم المسابح موية دافية، يعني تقدر تسبح بعز المربعانية. وعندهم مدرسة لتعليم السباحة للكبار. وهذا الجاكوزي والساونا والبخار. والأجهزة هذه اللي تشوفون هي سخانات للمسبح. والمسابح هذه اللي تشوفونها ممنوع الدخول لأقل من 14 سنة. هذا قسم الكبار. هنا البوابة، وهنا الاستقبال وحضور وانصراف، وهنا المسابح، وهذا مبنى الإدارة. وهذه صالة الألعاب الفردية، تايكواندو وكاراتيه. عندنا هنا في أكاديمية الجفن أنا مدرب الألعاب الفردية في الأكاديمية كابتن سيد. عندنا طبعا برنامج بيشمل التدريب للأطفال. نحاول نبدأ بالطالب أو اللعيب اللي بيجي لنا من مرحلة البداية خالص، طبعا بيكون لسه
مرحلته بدايه خالص، فبياخد اساسيات في لعبه الكاراتيه. جميل. عندنا برضو بنرشح الطالب انه يشارك في بطولات سواء على مستوى المملكه او مستوى المنطقه. عندنا برضو لاعبين شاركوا على مستوى المملكه. نبدا بالطالب، الكورس عندنا بيبدا من خلال مثلا 3 اشهر، بدايه من شهر الى 3 اشهر، ممكن ان هو ياخد كورس كامل باللعبه كامله. جميل. وأهم ما يميز الأكاديمية هذه نادي الصغار. قاعة تعليم اللغة الإنجليزية ومعمل للحاسب الآلي. جميل. الأطفال الصغار هو المية بتاعته دافية. جميل. مسبح للأطفال والموية دافية. الأطفال فقط. للأطفال فقط. هنا بيبدأ العمق بتاعه من 90 سنتي وبيتدرج لغاية 1.10 سنتي. تعليم السباحة هنا. إن هو يسبح ويمرن إن هو يسوي سيكل في المنطقة العميقة عشان ينقذ نفسه لو هو في مسبح نفسه فقط. السباحة بأربع أنواع السباحات اللي هي الحرة والظهر والصدر والفراشة. والظهر والصدر والفراشة. بس كله يتعلمها الطفل هنا. بنعلم بس ده طبعا في خلال 6 شهور مثلا. جميل. إن شاء الله. كل مكان ندخله نلقى هالكاميرات. وهنا تراقبون كافة التحركات بهذا المكان. والمنقذ موجود وكل شيء موجود. كلنا موجودين. وهذا معمل اللغات والحاسب الآلي. وهذه قاعة اللغة الإنجليزية. ايوه. قبل listening skill بنجمع الفور سكيلز في سيشن واحده. جميل. What's your name? My name is Sad. How are you? I am fine. Thank you. How old are you? I'm fine, thank you. 12. Good. كويس. Bravo, Joanne. What's your name? My name is Faisal. فيصل. Yes. Good. How old are you? 10? 11. 11. Good. Man. Good. Mom. Bravo. Ness. Omar, Ahmed, and I like to visit our uncle's farm. There are many animals to see. شاشة ذكية. هذول الشباب شادين حيلهم. يعطيك العافية أستاذ. شرفتونا يا أخي. الله يعطيك العافية. ثانك يو. وهذه قاعة تدريب ثانية. تقام هنا دورات للحاسب الآلي. وهذا مركز للعلاج الطبيعي. هذه قاعة العلاج الطبيعي بأكاديمية الجفن. مثل ما انتم شايفين الحين هذه قاعة المؤتمرات. خيمة VIP صراحة. المؤتمرات تتسع حوالي 125 شخص، وهي الحقيقة قابلة للزيادة، وقيم فيها مجموعة من الفعاليات. والقاعة هذه مفتوحة لاستقبال أي جهات ترغب بإقامة أي مناسبة داخل هذه الصالة والصالة المرافقة لها. هذه ممكن تكون قاعة طعام، ممكن تكون لورش العمل. هذه قاعة المحاضرات والمؤتمرات. وش المكان ده أبو ياسر؟ هذه طال عمرك المسطحات الخضراء المرافقة والملحقة بالقاعة. هذه مسطحات خضراء الحقيقة تخدم القاعة وتخدم صالة اللياقة وتخدم رواد الملاعب الرياضية. ما شاء الله. وهذه صالة اللياقة. وصلنا الحين صالة اللياقة. ما شاء الله تبارك الرحمن، أكاديمية متكاملة. حيا الله أبو عبد الله، شلون؟ الله يحييك. طيب، أخبارك؟ الحمد لله والشكر. ايش رايك بالأكاديمية؟ والله ما شاء الله، شغل ما شاء الله.
أفضل شيء بالأكاديمية يعني تمتاز بأنها تجمع أفضل المدربين باللياقة والحديد، فيعني ننصح أن اللي بيسجل يجي لمه. وهذه غرف تغيير الملابس ودورات المياه والاستحمام. غرفة تغيير الملابس. هذا الحين وزن 50 كيلو. هذه صالة حديد ما شاء الله تبارك الرحمن. ولقينا أحمد حسن مدرب اللياقة، حياك الله. الله يحييك. كيف حالك؟ بخير والله الحمد لله. حياك الله. البرنامج الغذائي ده مهم جدا 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 في النظام الغذائي بتاعنا. اول لما نعمل انقاص في الوزن ده اول حاجه نستخدمها اللي هو البرنامج الغذائي. تمرينات اسمها تمرينات الكارديو اللي هي بتعمل على حرق السعرات الحراريه المفقوده. دي تعتبر من الجري او من المشي او من الهروله. كده بنربط الاثنين مع بعض، كارديو مع النظام الغذائي. النظام الغذائي يمثل 70% من التوتال العام كله اللي هو 100%، ويعتبر 30% التانيين كارديو. تعتمد ال 30% دول تمرينات كارديو اللي هي اجهزه سير او سيكل اوبتيكال، بس يفضل الجري في الملاعب بره في الهواء الطلق مع الطبيعه كلها لانها بتحرق سعرات حراريه. ال% دول بنقسمهم كارديو وتمرينات، تمرينات اطالات للجسم، تمرينات حرق سعرات، تمرينات استبات، تمرين ايا كان التمرينات، بس بيفضل مع هم بيعتبروا كلهم 30%. وبنرجع تاني في النهايه بنمثل ان النظام الغذائي هو الاول في نقص الوزن. كفو. وقتكم؟ احنا وقتنا بنبدا دوام من الساعه 2 الى الساعه 10 مساء. ما شاء الله. يعطيك العافيه. حياك ان شاء الله. واحنا مع هذا مدرب العاب القوى. لا اكيد. هذه صالة اللياقة الرجالية، وهذه قريبا باذن الله الصالة النسائية. تصميم القسم النسائي للياقة راح يكون نفس الشكل للصالة الرجالية، بوابتها من الخارج. الحقيقة المرفق الأول سوف يكون صالة لياقة للنساء، والجانب الآخر سوف يكون صالة طعام ومطاعم للحريم. الطعام جديدة للمرفقة أو ملحقة بالفندق، ومطبخ ومنطقة ترفيه. الحقيقة هذا مكان لصالة الطعام المرفقة بالفندق، وهي الحقيقة تقام بالجهود الذاتية العاملين ومنسوبي الأكاديمية. هذا فندق خاص بالأكاديمية، يعني أي واحد بيجي ولا شيء بيسكن هذا موجود. والفندق هذا اللي تشوفون للشباب فقط، معسكر الأكاديمية يسكن فيه أي. وهذا البهو الخاص بالفندق، هذا الريسبشن. المشروع هو عبارة عن معسكر للأندية، لكن الآن في إمكانية أنه يستضيف أي نزلاء. وكمان أيوة مجهز بسريرين وثلاجة وشاشة تلفزيون وتكييف وكومودينو ودولابين. وهذه هي محتويات الغرفة، يحتوي على 28 غرفة. وميرا قصيم حفظه الله هو اللي افتتح أكاديمية الجفن. المجال اللي بيستاجر الحقيقة مبالغ رمزية للشباب، رمزية يعني قياسا بالملاعب الأخرى، وبالإضافة إلى الخدمات اللي تقدم لهم في الملعب، يعني خدمات جيدة حقيقة، متاح للجميع الحقيقة، متاح لأي شخص يبغى. الملاعب هذه أجار متاحة للجميع. وهذول الشباب يلا حيهم، شلونكم؟ طيبين؟ يا هلا والله مسهلا. هذه الصالة الحقيقة مخصصة لاستقبال المشتركين في البداية، وأيضا للأطفال القادمين، وكذلك مخصصة عند مغادرة المكان ينتظر الأطفال هنا أهاليهم أو أيوة. فهنا يوجد عندنا جهاز اتصال للشخص أو الطفل أو الشاب يتصل بذويه إذا تأخروا، على أساس أنه
أنا مسؤول هنا استقبال والتسجيل. أي مشترك أو زائر يبي يسجل أو يبي يناظر أو يبي يشوف شيء عن طريق منه يدخل. التسجيل سهل جدا، مجرد ما يحضر الشخص يحضر لنا إثبات عشان ناخذ إثبات هوية، والمبلغ والتسجيل على طول نظامي يعني. ممتاز ممتاز. بس بتدخل بياناته وتخزنه وتصير مخزن عندنا بالجهاز، حتى لو بعدين لو جاي يجدد معلوماته كاملة موجودة، وسيلة اتصال أو أي شيء ثاني. لما يجي المشترك طبعا إذا قضى مخلص تسجيل يسجل بصمته بالجهاز هنا. طبعا كل مشترك له رقم خاص فيه. طبعا خلاص بس مجرد ما يدخل بصمته يسوي له حفظ، يحفظ البصمة معه راح تفتح مع البوابة. ممتاز ممتاز، يعطيكم العافية، شغل احترافي. هذه مراقبة الأطفال حتى يركب الطفل في سيارة ذويه أو السائق الخاص أو وسيلة النقل الخاصة في الأكاديمية. ممتاز ممتاز. وهذا الباص وصل. هذه حافلة لنقل الأطفال ومشتركين إلى منازلهم. الحقيقة نشكر الأخوين الأستاذ خالد المقيطيب الإعلامي والزميل الصديق بندر الحمر الحقيقة. والحقيقة أوجه الشكر والتقدير بهذه المناسبة إلى قيادتنا الرشيدة التي ساهمت في إيجاد مثل هذه المشاريع، بصاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على تفضله بافتتاح هذا المشروع ورعايته لمناشط الشباب بشكل عام. وهذا الحقيقة جهد يشكر عليه سمو الأمير دائما. كما أشكر نيابة عن أبناء المنطقة سعادة الشيخ ناصر عبد الله جفن صاحب هذا المشروع. واللي يسأل عن موقع الأكاديمية مقابل حديقة الرفيع أبو بريدة. هذه حديقة الرفيع مقابل أبو